السلام عليكم. ازيكم يا حبايب قلب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. جايه لكم النهارده في فيديو جديد. هنحضر بقى افطار مع بعض. ولاد اخواتي جايين لي وكده فقلت اعمل الفطار. معايا بقى ايه؟ وراك غسلتهم كويس جدا بالدقيق والسكر والليمون، ومعايا بقى شويه ملح، معايا توم بودر وبصل بودر، معايا بهارات فراخ، فلفل اسود، بابريكا، معايا علبه زبادي. هحط علبه زبادي في البوله، ومعايا ايه خلطة المشاوي دي برضو تمام من ماجي حلوة برضو. نحط علبة الزبادي في البولة، نحط بقى التوابل هنحط شوية توابل من ديت، مش هنحطها كلها. تمام. هنحط ايه تاني؟ هنحط شوية من الزيت حلوين كده، وهنحط شوية من الصويا صوص، هنحط شوية من الصويا صوص، وهنتبل كل ده ايه بالفراخ بتاعتنا الجميلة. او عايزة تستخدمي رايب زي ما انت عايزة. يبقى حطينا ملح، فلفل اسود، بابريكا، بهارات فراخ، توم بودر، بصل بودر اللي هي بهارات المشاوي، او بهارات اللي هي الايه الشيش طاووق مع علبة الزبادي والصويا صوص وشوية زيت. وهنتبل بيها الوراك بتاعتنا، وراك او فراخ بانيه، بس الفراخ البانيه اللي هي الفراخ اللي هي بتتعمل بانيه، بس مش هتستوي بسرعة زي الوراك. الوراك احسن في الشيش طاووق. التلاجة. ومعايا نص سجق، ومعايا ربع لحمه مفرومه. هنعمل الاكله بتاعتنا النهارده. هنسلق السجق في ميه. تمام. عشان ايه؟ ده سجق بلدي فبياخد وقت كده في السوا، عشان ما يبقاش ايه شديد شويه في الاكله. السجق على النار خلاص هياخد غلوه بس، وبعد كده ايه، وهنعمل في الطاسه دي اللحمه المفرومه بتاعتي. ومعايا 3 بصلات صغيرين، ومعايا اللحمه المفرومه والطماطم اللي كنت مفرزاها معاكم قبل رمضان. تمام. هحط في الكبه بقى ايه، اللهم صل على النبي، هحط ال3 بصلات. رجعت لحضراتكم تاني. حطيت بقى حته زبده عشان هشوح اللحمه المفرومه بتاعتي. احط شويه زيت عشان ايه الزبده ما تتحرقش. ومعايا البصل. انزل بالمفروم الاول، او عايزه تنزلي باللحمه المفرومه زي ما انت عايزه. تنزلي بالبصل زي ما انت عايزه. ونحط بقى ايه فلفل اسود، ملح، بابريكا، شويه بهارات، جوز الطيب، ورشه قرفه كده صغيره. هننزل بالبصل بتاعي. اتمنى كده دعمكم كده باللايك يا حبايبي. ايه جوز الطيب ابشرها بالمبشره. تمام. وفلفل اسود وملح وشويه قرفه. طبعا هنحط ملح. تمام. هنحط الملح وشويه بابريكا وفلفل اسود و7 بهارات. نحط البهارات بتاعتنا. هنحط بقى كيس الصلصه عليه، وهنحط شويه ملح دلوقتي. نحط شويه ايه، نحط شويه ملح. نحط بقى كيس الصلصه هو ايه يسيح معانا. طبعا الصلصه مع المكرونه بتدي طعم المكرونه في حته تانية. الصلصه مع اللحمه المفرومه في المكرونه.
الصلصه بقى ايه هتسيح لوحدها. تمام. ومعانا ايه السجق ده ايه هنطلعه كده. بقى ايه فلفل رومي الوان كنت مفرزاه، ومعايا نص السجق، ومعايا البصلتين كده اللي هو ايه قطعتهم جوليان. يلا بينا نعمل الحشوه بتاعت الجلاش. اللي هنعمل الجلاش دوت هنعمله رول. تمام. يلا بينا نشوف هنعمل ايه. هنحط حتتين زبده صغيرين خالص عشان ايه الدهون بتاعت السجق اصلا. حطينا بقى حتتين زبده حلوين كده، والسجق بتاعنا هننزل بيه، والبصل والفلفل الالوان، وهنحط شويه بهارات لحمه كده، وفلفل اسود وبابريكا، شويه ملح صغيرين جدا، وكمون. تمام. هننزل بالايه بالسجق بتاعنا. اتمنى كده تدعميني كده يا حبايبي باللايك. ودي الحله الصغيره اللي حطيت فيها ايه التعصيجه اللحمه المفرومه عشان لما نيجي نعملها ان شاء الله. اهي حضراتكم تاني الفلفل اهو نحطه على طول دلوقتي. بسم الله الرحمن الرحيم. مجرد هيدبل بس البصل هنزل بالفلفل على طول عشان قبل ما ايه يدبل مني. بتفرزيه وتحطيه على طول على الاكله بعد كده اما تطلعيه من الفريزر على طول. هنزل لكم طريقته ان شاء الله. هو طريقته عاديه بسيطه جدا. احط بقى الفلفل بتاعي. من عشاق الفلفل اصلا الالوان. بحب الفلفل الالوان، بحب الخضار جدا. كله فايده فيتامين. هنحط فلفل اسود بقى وملح وبابريكا. تمام. وهنحط ايه تاني؟ هنحط اللهم صل على النبي ايه شويه بهارات اللي هي السبع بهارات او بهارات اللحمه، وشويه كمون. طبعا الملح قليل جدا عشان السجق بتاعنا، بس طبعا الخضار هيحتاج ايه ملح. عايزه تحطي مشروم زي ما انت عايزه بيبقى جميل جدا برضه. حطينا شويه زيت برضه، ومعانا البهارات اهي كمون زي ما قلنا، بابريكا، بهارات اللي هي السبع بهارات، فلفل اسود، ملح شويه، وهنقلب كله ونشوف الحدقه ده. عايزه تحطي في الحشوه دي موتزاريلا في الجلاش بتبقى جميله قوي. واعمليه رول او تعمليه قطع كده زي البشاميل، او ممكن تعمليه زي السمبوسك بيبقى جميل برضه. من اكلات العزومه الاقتصاديه الموفره. اتمنى كده دعمكم يا حبايبي كده باللايك والاشتراك في القناه. عايزه كده القناه تكبر بيكم وليكم ان شاء الله. سجق خلاص. تمام. هي بقى البصل والفلفل. تمام. عشان هنقطعهم مكعبات عشان الشيش طاووق. طبعا احنا بقى هنعمل البشاميل. معايا لبن بخيره، ومعايا كيس مكرونه، معايا السمنه والدقيق. تمام. وشويه شوربه بعملهم على النار. ايه اللحمه المفرومه بتاعتي خلاص، ده سجق، ودي ميه ايه حطيت بقى ايه زبده، وحطيت الحله هنا ديت ايه هسلق فيها المكرونه والشوربه. تمام. حطيت زبده وشويه زيت، وهنزل بالدقيق. معايا بتاع 4 معالق دقيق حلوين كده. تمام. هنزل بالدقيق بتاعي، وبعد كده هنزل باللبن وشويه الشوربه، ونعمل الايه البشاميل بتاعتنا. ننزل بالدقيق بتاعنا. بسم الله الرحمن الرحيم. عفوا حطيت بقى ايه شويه لبن على الدقيق تاني. هنحط شويه شوربه وملح وفلفل اسود. عايزه تحطي مكعبين جبنه اللي هي الكيري او البريزيدون دي حطي.
انا هحط شويه جبنه موتزاريلا برضو بينفعوا، ما عنديش جبنه اللي هي كتير دي. شويه لبن كمان. نزود شوربه بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. دي مرقه كنت انا ايه عاملاها. فلفل اسود وملح. هنحط بقى جبنه موتزاريلا. تمام، نحط شويه جبنه موتزاريلا كده. تمام، المكرونه تمام الجميله اهو تقلت كده حلوه. ودي سمنه تمام عشان الجلاش برضو. البايركس بتاعي وهدان ايه سمنه كده، واحط ايه من صوص البشاميل في القعر الصينيه. هي بقى ايه سجق تمام، ومعايا الصينيه ومعايا ورقه الجلاش. هنعمل صينيه جلاش رول كده. ندهن بقى ايه الجلاش. ورقتين بقى من الجلاش كده تمام. عفوا بس عشان ماسكه الموبايل. احط بقى ايه السجق وهنلف رول تمام. عايزه تعمليه متقطع عادي بس هياخد سوا، والفلفل عليه ني وكل حاجه زي ما انت عايزه. لف رول. احط بقى ايه شويه جبنه موتزاريلا كده وهنلف رول. ورقتين كده تمام، ورقتين. عفوا بس عشان انا ماسكه بالموبايل. هنشوف المكرونه دلوقتي اتسلقت خلاص. في الرول كله نكمل كميه. لفيت كل الرول خلاص. هندهنه سمنه كده نحطه في الفرن يتشمع وايه واطلعه اقطعه. وبعد كده هدهنه بقى ايه هحط له كوبايه لبن وبيضايه وعليها فلفل اسود وملح. تمام، مش هحطها في الطاجن دوت. غيرت رايي هحطها في الطاجن ده. احطها حته احطها في الطاجن اللي مدور ده. احط شويه من الايه من الصوص البشاميل كده. تمام كده دعمكم يا حبايبي. تمام، هنحط بقى ايه شويه بشاميل كده. بسم الله الرحمن الرحيم. على الايه المكرونه انا عامله كيس واحد بس يعني مش مكتر. الطاجن ده عايز ياخد اكتر اصلا.
تمام. ياخد كيس ونص كده، كيسين كبير على الطاجن برضه. بسم الله الرحمن الرحيم. تمام. هنحط بقى اللحمه المفرومه عليه وهقلبها، نحطها بقى في الطاجن ونحط عليها البشاميل وبيضايه بفلفل اسود كده ونقطه ملح صغير عشان ما نملحش الدنيا. تمام. الطاجن على قد الكميه خالص. تمام. هنحط بقى الايه الصوص المكرونه، صوص البشاميل. هنحط البيضايه نقطه ملح صغنونه جدا وهنحطها على البشاميل. نحطها على الوش، نحطها في الفرن. طبعا انا ايه قطعنا كله الجلاش بعد ما طلع كده ايه شمعناه. هنحط بيضايه وفلفل اسود وايه كوبايه لبن حلوه كده على البيضايه، بس ايه هنضرب البيضايه بالفلفل الاسود والملح وهنسقيها بالجلاش بتاعنا الجميل. اتمنى كده لو اول مره تشوفي القناه بتاعتي اضغطي على كلمه اشتراك وفعلي لي الجرس عشان يوصلك اي جديد. ما حطيتش بقى جبنه موتزاريلا على وش المكرونه البشاميل. كان الكسرولة دي فيها شوية سمنة، حطيتها على البيضاية والايه والكوباية اللبن وهنسقيها دلوقتي ونحطها في الفرن. بسم الله الرحمن الرحيم. كل كده كده نحطها في الفرن بقى. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. طماطم وخيار وبصل وفلفل، وهنعمل بقى طبق السلطه الحلو. ومعايا بقى ايه بردك ايه حاجات الشيش طاووق، هقطعها مكعبات الفلفل الالوان والبصل. تمام. بقى جزرايه كمان. تمام. عملت طبق السلطه خلاص. شيش طاووق قطعنا بقى المكعبات البصل والشيش طاووق كنت متبله معاكم. قلت خلاص الشيش طاووق عملته، هعمله بقى على الايه وحطيته في الاسياخ بالخضار. هنعمله على الجريل على طول شويه زيت صغيرين. بس الزيت ده كده مطلع. الفطور خلاص، عملنا الشاي وفي رز بلبن بتاع مهلبيه وايه وقمر الدين.